السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد من مدريد نيوز. اليوم نكشف لكم ما لم ينشر بعد، معلومات خطيرة تسربت قبل ساعات فقط من داخل سانتياغو برنابيو تتعلق بمستقبل فلورنتينو بيريز مشروع ريال مدريد، والقرار الذي قد يقلب النادي رأساً على عقب خلال الأشهر القليلة القادمة. إذا كنت من عشاق الملكي فهذا الفيديو لك. مصادر إسبانية موثوقة تؤكد أن فلورنتينو بيريز بدأ فعلا يفكر في مغادرة ريال مدريد في صيف 2026، لكن الجديد أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يتوقعون أن يسرع الرئيس قراره إلى صيف 2025 بسبب الضغط المتزايد داخل النادي والانقسام الذي بدأ يظهر بين الإدارة الرياضية وبعض المقربين من الرئيس. بحسب التسريبات، بيريز يرى أن المشروع وصل إلى مرحلة حساسة وأنه يريد انتقالاً منظماً للسلطة قبل أن تتعقد الأمور، خصوصاً مع الملفات الثقيلة التي تنتظر النادي. التقارير تتحدث عن سباق حقيقي بدأ بالفعل. الاسم الأقرب لتولي رئاسة ريال مدريد هو شخصية نافذة داخل النادي، مدعومة من رجال الأعمال ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية. لكن المفاجأة، هناك اسم ثان عاد إلى الواجهة ويملك تأثيراً ضخماً داخل مدريد ويريد تغيير طريقة إدارة النادي، خصوصاً سوق الانتقالات. بعض المحللين يقولون إن صراع الرئاسة أصبح جزءاً من الهدوء المقلق الذي نشاهده داخل النادي منذ بداية الموسم. تسريب مهم ظهر الليلة الماضية: مبابي ورغم انضمامه حديثاً للملكي يريد معرفة هوية مشروع مدريد بعد بيريز. النجم الفرنسي قلق من تغير الإدارة المستقبلية ويخشى دخول النادي في مرحلة انتقالية طويلة. مصادر فرنسية تقول إن مبابي طلب توضيحات مباشرة حول مستقبل بيريز، خصوصاً إن اللاعب يرى نفسه جزءاً من مشروع بعيد المدى وليس صفقة موسمية. وفي نفس الوقت يستمر الجدل حول مستقبل فينيسيوس بعد الأخبار التي تحدثت عن إمكانية رحيله في صيف 2025. إدارة النادي ترى أن الحفاظ على اللاعب سيعتمد على الاستقرار داخل الإدارة. بعض المقربين من بيريز يعتقدون أن مغادرة الرئيس ستفتح الباب أمام بيع واحد من أهم نجوم الفريق إذا وصل عرض ضخم من الدوري الإنجليزي. تخيلوا، فينيسيوس خارج مدريد ومبابي قلق ورئيس النادي قريب من الرحيل، صورة غير مسبوقة داخل الملكي. الأيام المقبلة ستكون حاسمة وكل شيء يشير إلى أننا أمام صيف هو الأخطر في تاريخ ريال مدريد الحديث. سنواصل متابعة كل تطور لحظة بلحظة، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من مدريد نيوز. إلى اللقاء.